ليش ما عم تحكي ولا كلمة؟ فيكي شي؟ لين فيكي شي؟ وين لقيتيه؟ مش مهم وين لقيته، بس على القليل يكون صريح معي وإلا ما بدك تلبسه. ما بدي ألبسه، ما بدي ألبسه لأنه بيحسسني إني مخنوق، بيخنقني. بيخنقك؟ إيه بيخنقني. هيك عم تقولها بكل صراحة؟ إيه بيخنقني، ما بعرف كذب عليكي، بيخنقني. بدك نتجوز بتجوزنا، لازم حط المحبس بإيدي لحتى يذكرك إنه نحن متجوزين. مش ليذكرني إلي رجا، ليذكرك إلك. لأنه القصة بالمحبس بس. بتعرف شو؟ أنت أكثر إنسان غامض تعرفت عليه بكل حياتي. إنسان غامض؟ ليه بتقولي كده؟ أنا حتى بعمل كل حاجة قدامك على المكشوف، بس على طريقتي الخاصة. وبعدين أنت لو عايز تعرفي عني أي حاجة قولي لي. عايز تعرفي إيه؟ عبالي أعرف يعني إنه كل شيء. لا 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 لا، كل شيء في قاعدة كده؟ مستحيل طبعا. ها بتقول عن حالك مش غامض؟ لا مش دي الفكرة. أنا مش عايز أحرق كل المراحل، وبعدين أنا كمان عايز يبقى عندك الفضول إنك تحاولي تعرفيني أكتر. انت عمرك ما حبيتي بعد الطلاق؟ لا ما قدرت، يعني كيف بتمنى تعرف؟ بحلم اني انظلم. تحلمي؟ اوكي، وانا بوعدك ان حلمك ده انا الوحيد اللي هخليه يتحقق. مش غلط يعني، مش غلط اني اكون واثق من نفسي. ايوه انا الوحيد. لا مش غلط. لا شكلك مش مقتنعه يعني. اوكي تراهني انك ماما، كنتي دايما تقدمي لي الأفضل، اعتنيتي فيي وأمنتي لي حياة سليمة وصحية مع نسلي بيور لايف. لحتى بدوري أعطي الأفضل لبنتي، اعتني فيها وأمن لها حياة سليمة وصحية أكتر. ماما، أعطيتيني أكتر من الحياة، أعطيتيني بيور لايف. طعم نقي ومنعش بتضمن أعلى معايير الجودة من نسلي. نسلي بيور لايف، اشرب أفضل لحياة أفضل. ليش ما عم تحكي ولا كلمة؟ فيكي شي؟ لين فيكي شي؟ وين لقيتيه؟ مش مهم وين لقيته، بس على القليل يكون صريح معي وإلا ما بدك تلبسه. ما بدي ألبسه، ما بدي ألبسه لأنه بيحسسني إني مخنوق، بيخنقني.
بيخنقك؟ ايه بيخنقني هيك عم ليه؟ تقولها بكل صراحة؟ ايه بيخنقني؟ ما بعرف كذب عليكي، بيخنقني. بدك نتجوز بتجوزنا، لازم حط المحبس بايدي لحتى يذكرك انه نحن متجوزين. مش ليذكرني إلي رجا، ليذكرك إلك لانه القصة بالمحبس بس. بتعرف شو؟ أنت أكثر إنسان غامض تعرفت عليه بكل حياتي. انسان غامض؟ ليه بتقولي كده؟ انا حتى بعمل كل حاجه قدامك على المكشوف، بس على طريقه الخاصه. وبعدين انت لو عايز تعرفي عني اي حاجه قولي لي. عايز تعرفي ايه؟ عبالي أعرف يعني إنه كل شيء. لا 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 لا، كل شيء في قاعده كده مستحيل طبعا. ها بتقول عن حالك مش غامض؟ لا مش دي الفكره، انا مش عايز احرق كل المراحل، وبعدين انا كمان عايز يبقى عندك الفضول انك تحاولي تعرفيني اكتر. قولي لي يا ريم، انت عمرك ما حبيتي بعد الطلاق؟ لا ما قدرت، يعني كنت بتمنى تعرف، بحلم اني انظلم. تحلمي؟ اوكي، وانا بوعدك ان حلمك ده انا الوحيد اللي هخليه يتحقق. مش غلط يعني، مش غلط اني اكون واثق من نفسي. ايوه انا الوحيد. لا مش غلط. لا شكلك مش مقتنعه يعني. اوكي تراهني انك هتحبيني؟ صراحة أنا بحب المراهنات من شو لشو. دوري، لو حبيتيني يبقى خلاص انا حققت لك حلمك، وبكده يبقى انت كسبتي، وانا ابقى مجبر وامري لله واتجوزك. لحظة استنى. مجبر؟ يس مجبر. ايوه حبيت المجبر، كثير عجبتني المجبر. طيب اوكي، وفي حال ما حبيتك؟ هتبقي خسرتي. وفي الحالة دي يحق لي اني امرك امر واحد بس، ولازم هتنفذيه. شو هو؟ انك تحبيني. يعني على الحالتين رح حبك؟ مفيش اختيارات. قلتي ايه؟ قلت انه اتاخر الوقت ولازم نروح على البيت. انا بقول كده برضه. يا تعالي هنا. ايه انا بمزح.
ميرسي كتير على السهرة الحلوة. ميرسي ليكي انت. على شو؟ ميرسي لانك انت. صراحة أنا ما بقدر على كلامك. بالنهاية أنت كاتب وأنا فوتوغرافر، مش رح أعرف أحكي مثلك. انت مش مطلوب منك انك تتكلمي، كفايه عيونك بتتكلم. شو عم بيقولوا؟ بيقولوا انك بكره عزماني على الغدا عندك في البيت. عن جد؟ لو مش مصدقاني اساليهم، وبيقولوا كمان ان انا اللي هطبخ بايديا. يعني إذا هيك فيك تقول إنه ريتون صح. يعني انت وافقتي عشان انا اللي هطبخ بايديا، مش كده؟ هيك شيء. اوكي. بون نوي. ميرا ميرا ميرا، قومي قومي نامي بأوضتك. قد الساعة؟ 2 بعدك لهلأ مع نائل؟ وكنت ببقى بعد أكتر. خبريني شو صار؟ بكرة بخبرك. حرواق. يلا قومي قومي على تختك، قومي. شرفك ما تخبريني كم شغلة؟ خلص بكرة بتوعي بخبرك كل شيء على
ميرا ميرا يلا قومي قومي. قد الساعة؟ 9. ليش عم بتوعيني من هلا؟ لأنه نائل جاي يتغدى عنا. شو؟ نائل؟ هيدي أول مرة بتخلي رجال يفوت على البيت، غير رجا أكيد. بعرف. شكله في حدا عم ببلش غريب. ما بعرف، يمكن، ما بعرف. عم تمزحي؟ لك هلا مش انه يعني غرام مثل ما انت مفكره، بس هيك حاسه اني عم بعيش معه لحظات كتير حلوه. عم شوف اشياء بحياتي ما كنت بتخيل اني اشوفها. خي ها خبريه. جابيني نسيكي رجا. ايه عال، برافو عليكي. هو انا كل ما اجرب انسى ضلك انت هيك منتبهه للموضوع، انه ضلك مرقي لي اسمه لرجا بين كل جمله وجمله، عرفتي؟ يعني استمري. رجا. خلص رجا. ولا سألتك؟ طيب شو بدنا نعمل له غدا؟ هذا الموضوع ما تفكري فيه بالمره، لانه هو رح يطبخ بايديه. حلو. ايوه هيك شكلي انا اللي رح انغرم فيه. بتعيريني اياه؟ ولا سألتك؟ بونجور. بونجور، كيفك استاذ رجا؟ تمام ماشي الحال. شو وين لارا؟ لارا منا جاية، تلفنت وقالت انه ما رح تجي اليوم. اوكي. طيب ما مشكلة. سوري، كنت ساعدتك انا بس بعدنا عم بشتغل على المسلسل. لا 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 ولا يهمك. خلص انت كملي شغلك. يعطيك العافية. ميرسي. أهلا أستاذ رجا. كيفك؟ كيفك أنت؟ عطلتك عن شيء؟ لا أبدا سلامتك. بس انت حلوة، شو ما بتعملي؟ إيه طول عمرك. استاذ كميل جوا؟ لا بعد ما وصل. إذا بتحب أقعد لنشرب قهوة بكون وصل. لا معلش، غير مرة عندي كذا شغلة لازم أعملهم، مع إنه قهوتك طيبة وما بتتفوت. طول عمرك. رايح على المونتاج يعني حتى بس يوصل وصل لك خبر؟ والله اليوم ما في مونتاج، ما بعرف لارا، ما بعرف شو صاير معها فما اجت. طيب يعطيك العافية. سلام. لم تكن العين تخطئ سعادة لين بوائل. سعادتها أظهرت جمالها فتألقت. ازدادت عطفا ورقة، ولكن خوفها من الوقوع في الغرام مجددا جعلها تتردد. شو؟ بعد ما اجت ست لارا؟ لا، وما رح تجي. اتصلت فيي وقالت لي انه منا جاية. كيف يعني ما رح تيجي؟ شو بها مريضة؟ لا منا مريضة، بس ما عبالها تشتغل وما رح تجي. نعم ما عبالها تشتغل. يا عيني شو هالشركة الفلتانة، كل واحد بفل على ذوقه وكل واحد بيجي على ذوقه، بعدين كيف بحق لها تفرس بدون ما تاخذ الاذن مني انا؟ كان لازم تتصل فيي تسالني يا بقول لها ايه يا بقول لها لا. ليكي كاتشا، انا لينا، اوكي؟ ماني لارا، فيكي تتصلي فيها وتخبريها كل هول، انا ما خصني. ايه رح اتصل فيها ورح اقول لها الشيء هيدا مش مسموح بقى من اليوم ورايح، وبدي هددها انه رح ابعث لها انذار، وهيدا الكلام لازم يكون درس لكل اللي بيشتغلوا بالشركه. هالشركه مثل حال كل مين ايده إله، كل واحد بيعمل اللي على راسه، هيك وما في مرجعيه. الو لارا،
كيفك حبيبتي؟ ايه هاي انا كاتي. ايوه يا كاتي. خير، في حاجه ولا ايه؟ لا لا ولا حاجة يا حبيبتي. سلامتك، بس مرقت على المونتاج ما لقيتك، قمت قالت لينا انه ما جيت اليوم، فعن جد يعني شو بك يا حبيبتي؟ مريضة؟ شغلتي لي بالي. لا يا ستي مش مريضه، بس ماليش مزاج اشتغل النهارده. في مانع؟ لا لا ما في مانع حبيبتي، اكيد بحق لك انه ترتاحي الشهر، انه بتصير اذا ما اجى على بالك شغل. ما انا بيني وبينك امرار هيك كمان، بقول يا ريت ما في اجي على الشغل، بس ما بقدر اترك، الشركه كلها قايمه على كتافي، والاستاذ كميل ما بيقدر يعمل شي بلاي. طب كاتيا معلش يا حبيبتي، انا مضطره اقفل دلوقتي. انت عايزه حاجه مني؟ لا لا تقبريني سلامة قلبك، ما بدي شي يا حياتي. ايه بس انتبهي على حالك، ايه، وبكل الاحوال اذا بكره كمان ما حبيتي تيجي على الشغل ما تجي، انا مظبط لك اياها مع الاستاذ كميل. ميرسي يا كاتيا، والله كلك ذوق يا حبيبتي. مش عارفه بجد من غيرك كنت هعمل ايه. الله يا نائل يا حرب يا عالمي. ايه ده؟ ايوه. لا من فضلك لو سمحتي عشان ما تجيش تقولي ان انت اللي عملتي الاكل. ايه لا زي هيك اوكي. بتعرفي دي اول مره بشوف رجال عم يطبخ. معايا هتشوفي حاجات عمرك في حياتك ما شفتيها. مين علمك الطبخ؟ امي. عن جد؟ من صغري وانا عايش معاها، ايا كان بقى في بيروت ولا في مصر. اتعلمت منها حاجات كتير قوي، اهمها الطبخ. بس بعد كده لما دخلت الجامعه عشت هنا بيروت لحالي. كل ما كنت يبقى نفسي في حاجه اكلها تتصل بيها على التليفون، افتح السبيكر، امي اعمل الاكله دي ازاي؟ تقول لي حط مش عارف ايه على ايه. والغريبه بقى الاكل كل مره كان بيطلع حلو. اكيد عم تمزح. والله العظيم ده اللي كان بيحصل. واضح ان علاقتك فيها كتير منيحه. جدا. وبيك كمان كانت علاقتي بيه كويسه قوي. حلو. مات من 10 سنين. سوري. لا خالص، ثانية واحدة. مين بقى اللي هيدوق الأكل ده؟ أنا؟ لا بس أنا. بالراحة عشان. طب ليه؟ أوكي بطل بك. أنا خايف عليكي والله. خلاص بقى. طب وحياتك عندي آخر مرة. حلفت وحياتي. ما أنا حلفت خلاص. ما حتى لو. عن جد كتير طيبين. مش قلت لك؟ معايا هتشوفي حاجات لأول مرة في حياتك هتشوفيها. كيف شو كنتوا عم تعملوا؟ قصدي طبخ. فو طبخ. جرس. هيدا جيلبير تبع الدش بيكون جاي يقبض. سبحان الله ما بيتأخر نهار عن أول الشهر. كفو شو كنتوا عم تعملوا؟ شو رأيك فيها؟ شو مهضومة. ما بدك تقولي لي فيه؟ عايز ايه تاني يا رجا؟ ليه ما نزلتي على الشغل اليوم؟ كده تعبانة. سلامتك. تعبانة لدرجة انك ما قدرتي تنزلي على الشغل؟ تعبانة وخلاص، ما يهمكش في حاجة. بعدين انت يخصك في ايه رحت ولا ما رحتش؟ لا الشركة دي شركتك ولا انا صاحبتك. لا انت بهالطريقة ما عم تساعديني ابدا. اساعدك؟ اساعدك ليه؟ اساعدك بصفتك مين؟ بصفتي مين؟ بصفتي الشاب يلي كنتي من كم يوم عم تقولي اني انا عندي استعداد اتحمله بكل عيوبه. واكتشفت اني مش هقدر اتحمله. انا اسفة، انا مش هقدر اوفي بوعدي. انت شو بدك؟ انت اللي شو بدك؟ انا ما بدي شيء. انا عارفة كويس ان ما بدك شيء، وعلى فكرة مش ضروري تكررها لي كل يوم. وضحت خلاص. هقوم اعمل لك حاجة تشربها. يا ريت.
ما معقول شو طيب هالاكل. نائل فيك تجي تطبخ لنا كل يوم؟ ميرا سوري. فيك تجي تتغدى عنا كل يوم؟ اهلا وسهلا. انا شخصيا ما عنديش اي مانع. صدق انه ولا نحن. انا على المعدل بنصح شي 10 كيلو كيف ما كان. ما عليه، ما بيصير لك شيء. نصحي لك كم وقيه، مش شايفه حالك صايره جلده وعظمه؟ انا صايره جلده وعظمه؟ ايه، قبل كان جسمك احلى، بس من ورا مشاكلك انت خبرتني لين انك كاتب. مظبوط. شو حلو. بتعرف انا لو ما كنت فوتوغرافر كنت اكيد رح اكون كاتبه. هايل، يعني عندك موهبه. ما هون هي المشكله الوحيده. منيرة انجا بتعرف تكتب اسمها بالعربي. مالها شو؟ اوكي. تعرفوا ان انتوا الاثنين علاقتكم ببعض حلوه قوي. مع انه بنتشارع كل النهار. بس ده مش معناه ان انتوا بتكرهوا بعض. لا اكيد. مزبوط. طيب اعتقد ان انا بالنسبه للطبخ انا عملت اللي عليا وزياده. بالنسبه لغسيل الاطباق بقى هنعمل ايه؟ ما تشيل هم ابدا، هلا ميرا هي بتضب كل شيء وبتجلي الصحون. ما تشيل هم ابدا، هلا ميرا اللي رح تجي للصحون. انا اصلا عارفه انه بدها تطلع فيي. ما في مجال. صحتين على قلبك. صحتين. من فضلك يا ميرا ممكن قهوه؟ خليهم اثنين. ولا افضل. رح احترمك وما رد ايه؟ محظوره. وبعدين بصراحة أنا مالي فهمان كل هالمشكلة اللي عم تعمليها مشان شو؟ بس لأنه أنا مالي حابب أروح معك لعند عيد ميلاد لينا. بصير هالحكي؟ تفضل. ميرسي. وهو الكلام ده بقى هو اللي جه في دماغك؟ ليه هو احنا بنتخانق على خروجه ولا على مبدأ؟ اسمعني يا رجا، انت شخص بيحب الحرية، اوكي ما اختلفناش. بتتخانق بسرعة برضو ما اختلفناش. مش عايز ترتبط ارتباط رسمي برضو ما اختلفناش. انما بقى انك تخليني انا محطوطة كده ستاند باي حسب مزاجك، لا كده اختلفنا. أنا ما قلت هيك ولا بحياتي قلت لك هذا الشيء، أنت لحالك عم تلاقي التفسيرات والعناوين للقصة. انا اللي بحط تفسير وعناوين للقصة؟ طيب اديني انت تفسير وعنوان، عشان انا نفسي اعرف احنا ايه؟ احنا مع بعض ولا مش مع بعض؟ متصاحبين ولا مش متصاحبين؟ احنا ايه؟ أنت ليه مصرة تقطري العلاقة وتحطي لها عنوان؟ ليه؟ هذا الشيء بيريحك؟ طيب اعملي اللي بتلاقيه مناسب واعملي اللي بيريحك. منيح هيك؟ طب لو انا وانت خارجين سهرانين في يوم من الايام وقابلت صحابي وحبيت اعرفهم عليك، اقول لهم انت مين؟ أنا رجا. انت معقد.